السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة زي ما انتم شايفين الفيديو مختلف شوية عن الفيديوهات اللي فاتت. انا النهاردة خرجت اخيرا برا بقالي كتير قوي ما خرجتش برا البيت، فحبيت ان انا اشارككم معايا الخروجة ديت واصور لكم في الشوارع علشان تتفرجوا قد ايه مصر جميلة. كل اللي مش من مصر يا جماعة يتفرج برضو ويشوف قد ايه مصر بجد حلوة. وطبعا اصور لكم معايا الاماكن الحلوه اللي انا روحتها ديت. احنا اصلا كنا رايحين مشوار، فانا حبيت اصور لكم يعني الطريق معايا. اتفرجوا بقى واتمنى ان شاء الله ان الفيديو يعجبكم. احنا هنا كنا معديين عند فندق رمسيس هيلتون، ده اصلا في التحرير. وده كورنيش النيل من ناحيه ممشى اهل مصر، ده معمول جديد. الطريق ده كله يعتبر جديد اصلا على الكورنيش. بدأوا يعملوا فيه بقى كافيهات وقعدات وحاجات حلوة، وما كانش كده زمان اصلا، بحيث لو حد مثلا عايز يتفسح بدل ما بيتمشى كده بس، لا ممكن كمان يقعد في مكان يعني. بجد يا جماعة المكان كان جميل قوي. احنا منزلناش للأسف، بس حبيت ان انا اصور لكم المكان عشان تشوفوا بعد التجديد بقى شكله ايه يعني. ده كورنيش بس بقى عبارة عن كله كافيهات وقعدات، يعني بقى حلو جدا بصراحة. اول مرة اشوفه، بقالي كتير قوي ما جيتش اصلا المكان ده، بقالي سنين يعني يمكن اكتر من 10 سنين كمان. ده الكورنيش. شايفين يا جماعة مصر بجد جميلة قوي بالليل. بس ده بقى مسجد السلطان ابو العلا. ده موجود في بولاق، منطقة عندنا اسمها بولاق ابو العلا. نزلنا هنا، كان صلاة العشاء وقتها نزلنا في المسجد. ده مسجد السلطان ابو العلا. وبالمناسبة ده اصلا المسجد ده اثري يعني قديم جدا. وبس يا جماعة، من هنا بقى انتهى الفلوج بتاعي، ويا رب يعجبكم.